اذا واش هي هذه الطريقه الصينيه للحفظ؟ الطريقه الصينيه كتعتمد على السلام عليكم. استيقظ يا رجل. استيقظ يا رجل. لا عنده هادشي هربان الصراحه. واحد السلام عليكم. دوك هذا الفيديو هذا خاص بالتلاميذ اللي كيجيبوا نقاط ضعف في الفروض. الا طبقت معايا هاد النصائح اللي غادي نقول لك فكون متاكد انك غادي تجيب حتى انت بحال هاد الناس هادو. كاين اللي جاب 19 75، كاين اللي جاب 20. دوك انا لقيت بزاف ديال التعليقات وحاولت نقتصر فقط على هاد الامثله هادي. هاد الناس هادو كانوا كيتبعوا معايا القناه وكانوا كيطبقوا النصائح اللي كنقدم لهم، فتبع معايا حتى لاخر الفيديو. اول نصيحه غادي نقول لك باش يعني تتفادى هذا المشكل انك ما تجيبش مزيان في الفروض، هو انك تتفادى او تجنب المراجعه المتاخره. كاين بزاف ديال التلاميذ اللي كيخليو حتى النهار التالي عادي يبداو لا بريباراسيون. غادي تقول لي بانه واخا كندير بحال هكا راه كاين اللي غادي يجيب مزيان، يعني كيخلي حتى النهار الاخر ومع ذلك يجيب 17 18 في الفرض. هذوك امثله خاصه واستثنائيه ما كنتكلمش عليهم، كنتكلم على العموم، على الناس كامله. كامل الناس ما خصهمش يخليو حتى لاخر دقيقه باش يراجعوا الفرض ديالهم. علاش؟ لانه في ديك اللحظه هذيك كتبقى كتضغط على الدماغ ديالك وهكا غادي يتشتت الانتباه ديالك وغادي يجيك ستريس والتوتر. ربما يعني واخا ضغطت عليه غادي تفكر المعلومات في ديك اللحظه، لكن النهار اللي تكون دوز الفرض فدغيا غادي يتبخروا دوك المعلومات اللي بريباريتهم في اخر دقيقه، وبالتالي غادي نتجنب وغادي نتفادى المراجعه المتاخره. داكشي علاش خصني واش ندير، خصني نراجع على طول. دوك ناخذ الوقت الكافي ديالي باش نراجع الدروس ديالي الخاصه بالفرض، وهكا غادي نكون مرتاح وتايق في راسي وعندي الوقت الكافي باش نبريباري. وهذا الشيء غادي يديني النقطه المواليه. دوك باش نخدم مزيان في الفرض ديالي خصني نتبع هاد الخطط اللي كتبان حداكم في الصوره. هاد الخطط واش فيها؟ كاين مجموعه من المراحل اللي خصني نتبعهم. هاد السهم واش كيعني؟ يؤثر على، بحال مثلا الفهم يؤثر على الحفظ، والحفظ يؤثر على التمارين، وهادو الثلاثه كاملين كيأثروا على النقطه باش تجيب نقطه مزيانه. فما يمكنلكش تحفظ الا ما فهمتش، وبالتالي الخطوه ديال الفهم راها ضروريه باش عاد تجي موراها المرحله ديال الحفظ. ما يمكنلكش تحفظ الحاجه وانت ما فاهمهاش. فإلا فهمت وحفظت مباشره غادي تدوز تطبق التمارين. ما يمكنلكش تخدم التمرين وانت ما فاهم ما حافظ. مفهوم هذه ياك؟ دونك الا فهمت وحفظت وطبقت داكشي اللي حفظته وفهمته في التمارين فهاد الشيء كامل غادي ياثر على النقطه ديالك، وغادي تكون بطبيعه الحال واحد النقطه اللي هي زوينه ان شاء الله. فشكون هما الطرق اللي غادي نتبع باش نفهم، باش نحفظ وباش نخدم التمارين؟ دونك باش نفهم يكفي انك تتبع مع الاستاذ ديالك في الدرس اللي كيكون كيشرح. خذ واحد الكراسه واحد الكارني. كنتكلم دابا على اس في تي. واش غادي دير؟ اي مصطلح كيكتب الاستاذ في السبوره باللغه الفرنسيه، دوك المصطلحات العلميه غادي نحاول نكتبهم في الدفتر. واحد الكراسه ولا واحد الكارني كيمشي للدار غادي نحفظهم. فهنا واش كنكون درت؟ كنكون طبقت المرحله ديال الفهم ومورها طبقت المرحله ديال الحفظ. صافي. دونك من بعد ما كنتبع مع الاستاذ ديالي في القسم كنحاول نفهم الدرس. الا ما فهمتش الدرس غادي نجي لليوتيوب غادي نقلب على الدرس اللي ناقصني. كاين الاف ومئات القنوات اللي كدير الدروس. فمثلا اس في تي ممكن تتبع معايا في القناه. الا ما عجبكش الشرح ديالي ممكن تتبع قناه اخرى. فالا كنتي كترتاح في الشرح ديالي غادي تدخل للقناه كما كيبان حداك في الصوره هنايا اي سي تي في. كتدخل غادي تمشي البلاي ليست مباشره كما كيبان حداك هنايا. فهاد البلاي ليست هذه قسمت لكم جميع الدروس اللي غادي تحتاجوا. كاين واحد القائمه ديال التشغيل خاصه بتنظيم الوقت والنصائح. كاين القائمه ديال التشغيل خاصه بالاس في تي ديال الثانيه بكالوريا. وهذا الشيء اللي كنقول لكم راه ممكن ديروه حتى في التليفونات ديالكم. فكخلاصه ديال هادشي اللي كنقول لكم، اول حاجه خصك ديرها انك تفهم الدرس مزيان بطريقه اللي هي مزيانه، تفهمو مزيان في القسم وتزيد تغني داكشي اللي درتو في القسم في الدار، وغادي تتبع كما قلت لكم الفيديوهات اللي كاينين ديال الدروس. فمن بعد ما كتفهم غادي تدوز المرحله ديال الحفظ. وفي هذه المرحله ديال الحفظ غادي نوريكم بعض الطرق العمليه اللي هي كما قلت لكم الطريقه الصينيه اللي غادي تعاونك باش
دغيا باش دغيا تحفظ المفاهيم اللي خاصينك. ومر غادي دوز للتطبيق ديال التمارين. ففي هذه البلاي ليست اللي خليت لكم غادي تلقاو فيها الدروس بالاضافه للسلسله ديال التمارين. اذا واش هي هذه الطريقه الصينيه للحفظ؟ الطريقه الصينيه كتعتمد على التكرار المنتظم والتقسيم الذكي ديال المعلومات. كيفاش؟ اول حاجه قسم المعلومات ديالك، بدل ما تحاول تحفظ كل شيء دفعه واحده، قسم المعلومه ديالك لجمل صغيره او نقاط واضحه. مثلا اذا عندك فقره طويله باش تحفظها، قسمها لاجزاء صغيره وسهله للحفظ. ثاني حاجه خصك تبقى تعاود هذاك الشيء بزاف. هنا كنتكلم على التكرار، لا ريبيتيسيون. فكل ما عاودت راجعت هذيك المعلومه مره اخرى، كل ما ترسخت في الذهن ديالك وكيولي من الصعب انك تنساها دغيا. وهنا كما كيبان لكم في هذا المبيان هذا، فإلا حفظت ديك المعلومه غير مره واحده ومشيت ما عاودتش قلبت عليها، غادي تنساها في الاسبوع الاول. الا بقيت كل مره يومين 3 ايام 4 ايام كتعاود دير التكرار، فغادي تبقى كتذكرها بسرعه وتبقى مخزنه في الذاكره طاوله المدى ديالك. اذا الحفظ ما كيتحققش مره واحده، خاصك تكرر المعلومه يوميا باش تبقى في الذاكره ديالك. التكرار كيساعد انك تقوي الربط ما بين الكلمات وكيخلي العقل ديالك يخزنها بشكل دائم. نقطه اخرى هو انك تستعمل الصوت والصوره. قرا المعلومه بصوت مرتفع ولا سجل راسك وانت كتعاود كتقرا ديك المعلومه، وسمع التسجيل ديالك عده مرات. فممكن تستعمل ايضا بطاقات فيها رسومات وكلمات باش تسهل الربط بيناتهم. فهادشي كيقوي الذاكره الصوريه اللي عندك في الدماغ ديالك. حاجه اخرى هو انك تربط المعلومات بشي حاجه اللي معروفه. مثلا حاول تربط المعلومه بحاجه كتفكر فيها بسهوله، مثلا الاسماء ولا الالوان ولا شي حاجه اللي كتذكرها بسهوله. خدم فترات قصيره، دوك العقل كيخدم مزيان الا قسمت المده ديال العمل واحد المده اللي هي قصيره، واحد الفترات اللي هي قصيره. مثلا خدم 20 دقيقه وريح 5 دقائق ولا 10 ديال الدقائق، وعاود كمل المهمه ديالك. نقطه اخيره هو انك تراجع داكشي اللي حفظته بعد يوم، ثم بعد 3 ايام، ثم بعد اسبوع. هاد الطريقه كتحميك من النسيان. وهنا واحد المثال عملي، الا بغيت تحفظ واحد الجمله مثلا قسمها. مثلا الخليه هي وحده بنائيه في الكائن الحي. غادي تعاود هذه الكلمه هذه بصوت مرتفع بزاف ديال المرات، وتخيل مثلا الخليه واحد الطوبه ولا واحد الياجوره، والبناء يعني واحد الدار مبنيه بداك الياجور. دوك هذاك الدار هو الكائن الحي، وهذيك الطوبه ولا داك الياجور هما الخلايا. راجع الجمله اليوم، غدا، وبعد 3 ايام. السر هو التكرار والتقسيم. فإلا وصلت حتى لهنا، نتمنى انك تكون استفدت من هذه المعلومات اللي قدمت لكم. بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك.